بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تاني حلقة ليا على اليوتيوب. حلقة جديدة النهاردة. كلام دسم بقى في الكورة، هنتكلم عن منتخب مصر وعن النادي الأهلي وكلام حلو في الكورة النهاردة وكلام كتير. هنبدأ أول حاجة معانا النهاردة هو ماتش المنتخب اللي طبعا خلص 2-1 لمنتخبنا بأداء هجوميا سيء جدا جدا ودفاعيا يعني مش قوي. والأداء ما كانش مقنع النهاردة من الكابتن حسام حسن. واضح إن الكابتن حسام لسه بيجرب. يعني انا مش فاهم هو بيجرب. الماتش ده كان المفروض يبقى بروفا لكاس الامم الافريقيه، بس طبعا مرموش ما جاش لسه وصلاح لسه ما جاش. كان نفسي يجوا نلعب بالشكل اللي هنلعب بيه في كاس الامم، نطمن على المنتخب قبل كاس الامم. بس ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه في كاس الامم الافريقيه، وانا واثق في الكابتن حسام، واثق في المجموعه اللي معاه اللي هيعملوا حاجه حلوه وان شاء الله يوصلوا للنهائي وياخدوا البطوله. الماتش النهارده ما عجبنيش. ماتش وحش جدا. طبعا لعب الشناوي في حراسه المرمى. وانا هنا بقول الشناوي كفايه، يعني كفايه الشناوي يعني. كل ماتش لازم يغلط غلطه ويسبب في جول مع النادي الاهلي ومع المنتخب يعني. الشناوي نفسي اشوفه بيعمل كلين شيت. الكلين شيت عنده بقت حاجه نادره. يعني الناس كلها بتقول دفاع الاهلي وحش، هو الدفاع مش وحش قد ما محمد الشناوي وحش. قد ما محمد الشناوي بيغلط. لا محمد الشناوي، يعني محمد الشناوي يعني سيبها بقى لمصطفى. يعني مصطفى شوبير مجتهد جدا، كل ما تجيله فرصه بيمسك فيها وبرضه بيلاقي نفسه بيقعد دكه برضه. طب ليه يا جماعه؟ عايزين يبقى في عدل. يعني انا ما اعرفش مين هيقف في كاس الامم الافريقيه، اتمناها مصطفى شوبير، اتمناه. مش عشان حاجه، يعني مصطفى شوبير مش ابن خالتي مثلا، او مصطفى شوبير مجتهد وبيعرف يلعب، فانا اتمناها مصطفى شوبير. حمدي فتحي. حمدي فتحي ما شفتوش النهارده، يعني ما شفتوش، وتقريبا لعب 90 دقيقه ما اتغيرش، وما شفتوش طول الماتش. يعني مثلا جت كرة في الدقيقة 47 تقريبا 48، كان واقع على الأرض متصاب. فكان قاعد معايا وهو بيتفرج على الماتش، لقيته بيقول لي حمدي فتحي نزل امتى؟ قلت له لا ده بدأ الماتش. قال لي ازاي؟ قلت له بدأ الماتش وشفنا التشكيلة وقلنا بدأ الماتش. انا مستغرب ازاي حمدي فتحي ما ظهرش خالص، ومستغرب اكتر ان كابتن حسام ما طلعوش من الملعب، يعني ده حاجة غريبة. امام عاشور، يا جماعة الذهب لا يصدق. امام عاشور يعني فاجئني وفاجئ الجميع. امام عاشور نزل النهارده بلمسته الحلوه، غياب كتير عن الملاعب، وزنه كان زايد، بس لا لمسته كانت حلوه النهارده. امام عاشور كان ممتاز. امام عاشور النهارده عجبني. اتنين واحد بلا اسيست اداها لزيزو حلوه اللي وقفها واداها مصطفى محمد. جون جميل وباص غير متوقع عن امام عاشور. انا يعجبني اللعيبه يا جماعه اللي هو ايه، يديك حته في الماتش كده اللي هو ايه، باص غير متوقع ويديك انفراد، ترقيصه وشوطه كده حلوه. من اللعيبه النادره في مصر الصراحه، وموهبه جميله وحلوه امام عاشور. مستواه كان جميل النهارده. وزيزو ممتاز. زيزو يا جماعه جناح متخصص اسيستات. انت تحطه جناح ما ينزلش رقم 8، ما ينزلش في نص الملعب، ما يلعبش رقم 10، لا هو زيزو جناح. يديك كرة بالعرض كده زي اللي اداها محمود صابر جون. وقف كرة حلوة لمصطفى محمد اللي حطها جون جميلة. الصراحة مصطفى زيزو عجبني. طبعا الشناوي تقييم بقى لعيبة منتخب مصر. الشناوي في حراسة المرمى صفر طبعا. فتوح ما ظهرش كتير النهارده 4. حسام عبد المجيد برضه ما ظهرش 4. ياسر كوتالي. ياسر اللي هو المدافع اللي هو الكلاسيكي القديم ده، اديله 5 النهارده. محمد هاني لعب ماتش حلو، لعب كام كرة أمامية حلوة، اديله 6. حمدي فتحي اللي ما شفتوش النهارده اديله 1. مروان عطية ياخد 5، يلعب كور أمامية حلوة، ممتاز مروان عطية. إمام عاشور طبعا 8، ولو كمل الماتش كان هياخد 10، لأنه كان ممكن يعمل حاجة، بس طبعا كابتن حسام حسن خاف عليه من الإصابة فطلعه من كده. محمود صابر علشان الجون هياخد 7، لكن محمود صابر يعني كان متوسط النهارده. زيزو طبعا صنع هدفين وكان مستواه حلو، وشاط واحدة حلوة في بداية الشوط التاني. زيزو ياخد 9. مصطفى محمد علشان الجون هياخد 6، مع إن مصطفى محمد لو ما كانش جاب الجون أنا كنت هنتقده. مصطفى محمد جات له برضه واحدة حلوة تقريبا من إمام عاشور ما استلمهاش، وهو الجون اللي جابه قبل ما يطلع، والجون ده يشفع له ويديله الثقة لكأس الأمم الأفريقية. يعني نفسي بقى في إيه في كأس الأمم الأفريقية، يعني دي تشكيلة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، نفسي الكابتن حسام يلعب بيه. طبعا يلعب بشوبير في حراسة المرمى، محمد هاني طبعا متفق عليهم، رامي ربيعة خبرات وبيبني الكورة من تحت كويس، وإن شاء الله يا ربنا يوفقه معانا. حسام عبد المجيد
محمد حمدي. في نص الملعب يلعب بديفندر واحد، يلعب بمروان عطية، وهيلعب بإمام عاشور. ده أنا طبعا بقول اللي أنا نفسي فيه. وأجنحة عندك يبقى صلاح وتريزيجيه، راس حربة مصطفى محمد، ويبقى تحتهم بقى إيه التركاية بقى، يبقى لاعب حر عمر مرموش، يروح هنا يروح هنا، لاعب ينزل يطلع بداله. عمر مرموش زي ما كان بيلعب في فرانكفورت وكان متألق في الموسم ده، وكان تاني هداف الدوري الألماني لحد ما مشي يعني، وكان هو هداف فرانكفورت. بالرغم إنه مش بيلعب أساسي في السيتي، بس يبقى مرموش هو مرموش. وشفناه طبعا في الماتش الأخير مع المنتخب لما تألق وجاب جون، وكان واخد اللعيبة كبار وفاتحها شوارع يعني. ده مرموش ممتاز. نيجي بقى للنادي الأهلي. الأهلي بدأ الموسم طبعا زي ما كنا شفنا مع ريبيرو بداية سيئة جدا، بل أكتر من سيئة يعني. ما كناش بنشوف حاجة النادي الأهلي تقريبا، أكتر بداية سيئة شفتها النادي الأهلي. بعدين جه عماد النحاس وحسن النتائج، بس الأداء برضه اللي ما كانش مرضي لجماهير النادي الأهلي. جه بقى يسرب، عمل ثورة تكتيكية في أداء النادي الأهلي، الأداء اتحسن، اللعبة مستواها اتحسنت، الناس معلش تنتقد اللعيبة اللي كانت بتنتقدها، اللعيبة كلها مستواها عالي. حتى سروب جه قال انا لقيت لعيبه فاقده الثقه، وهو سروب من نوعيه اللي هو ايه مدرب، اللي هو يبقى الاب الراحل للعيب، اللي هو يحسن نفسيته، يحبه يحبني، كاريزما، شخصيه، محدش يعترض عليه، اللي هو له احترام وسط اللعيبه. يسرب تكتيكيا وفنيا ونفسيا مدرب رائع. نيجي طبعا النادي الاهلي، تاني حاجه معانا النادي الاهلي، وطبعا محتاج صفقات. الاهلي محتاج باك ليفت، ومحتاج قلب دفاع، وراس حرب، والتلاتة اجانب، ان ما عندكش حد حلو في مصر. تلاتة اجانب. جراديشار خد فرصته ما مسكش فيها. جراديشار كان جاي النادي الاهلي بدايه مبشره جدا، وكلنا قلنا عليه لاعب واعد. على فكره اللاعب لسه صغير يعني 22 سنه تقريبا، وله مستقبل حلو. جراديشار له مستقبل، بس ما اثبتش فرصته، واحنا مش هنستنى على اللاعب على ما يجيب التوب بتاعه. طبعا كل لاعب له توب بيوصل له، جراديشار لسه ما وصلش للتوب ده، وربنا يوفقه. وديانج. ديانج يا جماعة يعني، ناس هتقول يقعد، ناس هتقول يمشي، ناس تتفق معاه، تختلف على أدائه، تتفق على أدائه، لكن هو طلب رقم كبير جدا، صعب النادي الأهلي يديهوله. ولو أنا متمسك بالرقم ده، مع السلامة. عندنا على فكرة أحمد رضا كويس جدا 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 يلعب مكان ديانج. أحمد رضا من اللعيبة برضه اللي هي إيه، تديك لمسة حلوة توصلك للجول. في قدمه كده، تحس كده رجليه فيها سنة إبداع كده. طبعا هنيجي للتالت ملف في النادي الأهلي، وهما اللعيبة اللي لازم تمشي. أول لاعب معانا لازم يمشي النهاردة هو قفشة. يعني قفشة عايش على القاضي، وجاب بعدها قضية في بيراميدز. دول اللحظتين الوحيدين اللي تفتكرهم لقفشة مع النادي الأهلي. ما كانش حلو النهاردة قفشة، لا ما أثبتش نفسه قفشة بعد. يعني قفشة خد فرصة في كأس العرب، ما أثبتش نفسه مع النادي الأهلي. برضه كان بينزل بديل دقايق كده، برضه الجماهير مش مقتنعة بيه خالص، محدش مقتنع بيه. طبعا قفشة لازم يبقى أول الراحلين. طاهر محمد طاهر خلاص شكرا، 6 مواسم في النادي الأهلي، أرقامه ضعيفة جدا، لا ترتقي اللي هي جناح النادي الأهلي. حتى منظره في الملعب مش اللي هو إيه تحب الكرة تيجي في رجله. يعني في اللعيبة اللي هي تشوفها تحب الكرة توصل لها، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، تريزيجيه. طاهر مش من النوعية دي. هتقول لي طاهر ما بيعمل بيضغط، لا. ما وظيفة الضغط دي بتبقى على الديفندر، إنما على طاهر لا، مش ممكن على طاهر محمد طاهر. محمد شريف انت جايبه من الخليج، مستواه وحش جدا وحش جدا. محمد شريف ما عادش قادر يجري، الراجل دايما قاعد في الاوفسايد. يعني مش عارف ايه حكايه الاوفسايد معاه ديت يعني. دايما لما اشوف اي ماتش بلاقيه واقف في الاوفسايد. وكوكا الاهلي عمل له عرض زي ما كلنا سمعنا، وهو رفضه وعايز المبلغ اعلى، وجاله عرض من قاسم باشا، فمع السلامه والف شكر يا كوكا. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. السلام عليكم.